نكتة يا جماعة، دي مش كوميكس يعني، دي حقيقة. المهندسين يعني كانت والدتي رحمة الله عليها، طبعا هي مهندسة ووالدي كان مهندس رحمة الله عليهم جميعا. كانت والدتي تقول لي دايما إنه الهندسة بتعيد ترتيب المخ. ده كان تعريفها هي لكلية الهندسة. ففعلا المهندس مخه مترتب، بس أحيانا بيبقى مترتب زيادة عن اللزوم. وده اللي بيخلي الناس التانية ما بتفهموش أو بتشوفه متكبر أو شايف نفسه. هي الفكرة إن المهندس دايما يعني عنده علاقة السببية قوية جدا، وكل حاجة ليها سبب، كل حاجة ليها إصلاح. فبرضه دي في الطب ما بتركبش قوي، ان هو مخه مترتب زيادة عن اللزوم بالنسبه لي انا. والحاجه التانية هو شايف ان كل شيء له سبب منطقي وكل شيء له علاج منطقي برضه. طبعا الكلام ده لا ينطبق على البني ادمين، لان احنا في الموبايل انا عارف ان انا هفتح الموبايل هلاقي كارت مش عارف الايه او ولا شريحه المايك في الحته الفلانيه بالظبط، وعارفها دي ماركه كذا، هفكها ارميها وارجع اجيب واحده جديده. فالمايك اللي كان بايظ هيشتغل مثلا يعني. انما في بني ادمين لو جاز التعبير ان احنا نقول ان في موديلات في الموبايلات او يعني في العربيات او في اي اجهزه يعني. فلو جاز لنا التقاط نفس المثال على البني ادمين، فنقدر نقول ان عندنا 8 مليار موديل مختلف عن بعض في العالم، بمعنى ان كل انسان هو خلق مستقل من خلق الله. ما عندناش خط انتاج بني ادمين بيطلع بني ادمين نسخ من بعضها. وبالتالي كل انسان له خصوصيه. في واحد ياخد علاج يخف، واحد ياخد نفس العلاج ما يخفش. السبب في ده ايه؟ قد لا يكون مفهوما بالضروره لكل الدكاتره، او قد لا يكون مفهوم اصلا للدكاتره. احنا في الهندسه، في الميكانيكا، في مش عارف، في الكهرباء، في اي فرع من فروع الهندسه بيبقى عارف انا بعمل كذا هيحصل كذا. انما في البني ادمين لا. انا اللي عملت المكنه، انا اللي عملت الكمبيوتر كانسان يعني، فانا عارف بيشتغل ازاي. لكن مش انا اللي عملت الانسان، فانا مش عارف بيشتغل ازاي ببساطه شديده. يمكن ده احد الخلافات الاساسيه او الاختلافات الاساسيه اللي بين المهندس والطبيب. لكن طبعا الكلام اللي كاتباه الزميله الدكتوره دي ان فعلا المهندسين بيبقى مخهم مترتب ومنسق زياده عن اللزوم كمان. ودي احيانا بتكون متعبه لغير المهندسين.